السلام عليكم. اللبن او الحليب هل هو مناسب لمريض السكر ولا ما ينفعش ان هو يشربه لان هو بيرفع سكر الدم بتاعه؟ الحاجات دي كلها هنعرفها في الفيديو ده، تابعوني للاخر. ولو اول مره تتابعني فانا ساره عبد العزيز، دكتوره صيدلانيه مهتمه بالتغذيه العلاجيه وبطب الاعشاب، كل حاجه متعلقه بمريض السكر. ويلا بينا نبدا الفيديو. اللبن كتير جدا من الناس عماله تطلع كلام عليه ان هو شويه ان هو هرمونات، شويه ان هو مش مناسب لمريض السكر على سكر الدم، علشان كده المفروض ان احنا ما نشربش لبن لو انا مريض سكر. الكلام ده كله علشان اقدر احلله تحليل علمي، محتاج اشوف دلوقتي ايه هي الحاجه اللي بتقولي ان الغذاء ده او نوع الغذاء ده بيرفع السكر. في عندي حاجه اسمها المؤشر الجلايسيمي. المؤشر الجلايسيمي ده هو مؤشر بيقول لي الاكل اللي انا هاكله ده هل هو حاجه بترفع السكر، ولا حاجه تاثيرها متوسط على سكر الدم، ولا حاجه تاثيرها منخفض على سكر الدم فهي مش بترفع السكر وبالتالي هي مناسبه جدا جدا لمريض السكر. المؤشر الجلايسيمي للأطعمة متقسم 3 أقسام. أول قسم أطعمة الجلايسيمي بتاعها أقل من 55، ودي كلها بتبقى يعني تعتبر هي أكتر حاجة مناسبة جدا لمريض السكر ومقاومة الأنسولين، لأن هي مش بترفع سكر الدم. القسم الثاني هو من فوق ال 55 إلى 69، وده متوسط في تأثيره على ارتفاع سكر الدم. تالت حاجة بقى اللي هي من 70 فيما فوق، ودي بتبقى الأطعمة اللي تأثيرها على سكر الدم سريع جدا فهي بترفع سكر الدم بشكل كبير. تمام، فعلشان كده دي مش أنسب حاجة خالص لمريض السكر. دلوقتي عرفنا التقسيمة، نبتدي بقى نشوف اللبن أو الحليب هو ده المؤشر الجلايسيمي بتاعه كام. المؤشر الجلايسيمي بتاع اللبن هو 34، معنى كده ان هو منخفض في المؤشر الجلايسيمي، معنى كده ان هو مش بيرفع سكر الدم بشكل سريع ولا اي حاجة، معنى كده ان هو مناسب جدا جدا لمريض السكر ومقاومة الانسولين، معنى كده ان كل اللي بيتقال عليه هو مجرد اشعاع. الجزء الثاني، طيب يا جماعة اللبن ده بسكر اللاكتوز، طب ازاي بقى يعني؟ سكر اللاكتوز من اكتر السكريات اللي تأثيرها برضو على ارتفاع سكر الدم معقول، مش بترفع سكر الدم بشكل كبير ولا اي حاجة. وده برضو لان المؤشر الجلايسيمي لسكر اللاكتوز هو 46 يعني برضو اقل من ال 55، يعني معنى كده ان هو منخفض في المؤشر الجلايسيمي، معنى كده ان هو مش بيرفع سكر الدم ولا اي حاجة، وان هو تأثيره كويس جدا على سكر الدم وان هو مناسب جدا لمريض السكر. كمان في نقطة مهمة جدا، لما بخلط نوعيات اكل مختلفة مع بعض تمام، فده كله بيخلي ان المؤشر الجلايسيمي للوجبة كلها يكون اقل. ليه؟ لان انا البروتين والدهون اعمل زي عملية كفرج شوية كده للاكل اللي هو المؤشر الجلايسيمي بتاعه عالي اللي موجود في الوجبة، فده بيساعدني اكتر ان انا الحاجة اللي انا واكلاها وان هي اصلا بترفع سكر الدم بشكل سريع يكون تقلل شوية من سرعة امتصاص السكر منها. تمام، بالتالي ان يبقى تأثيرها برضو على سكر الدم مش حاجة عالية جدا، مش التأثير الطبيعي بتاعها لو انا كلتها لوحدها. معنى كده ان احنا نقدر نشرب الحليب بكل بساطة. الحليب كمان بقى من الحاجات اللي هي اصلا تعتبر وجبة نوعا ما وجبة متكاملة، هو جواه كربوهيدرات متمثلة في السكر اللي هو اللاكتوز، جواه بروتين بنسبة عالية، وجواه دهون. تمام، فالميكس ده لوحده هو كمان بيخلي تأثيره على سكر الدم ما يكونش حاجة سريع، ما يكونش حاجة بترفع الدم بشكل سريع. تمام، وده بسبب الدهون والبروتين اللي موجودين، هم اصلا بيساعدوا ان الكربوهيدرات الموجودة او السكر اللي موجود ما يكونش امتصاصه سريع جدا في الامعاء، فبالتالي ما يرفعش سكر الدم. لكن طبعا كل حاجة لازم نبقى عارفين ان هي لازم تكون بكميات مقننة، يعني نحاول ما نزودش عن كوباية متوسطة اللي هي حوالي في اليوم، ممكن نقسمها على مدار. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا له لايك وشير، وتعملوا سبسكرايب لقناة اليوتيوب، ولايكوا على الانستجرام والتيك توك. السلام عليكم.